السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير، رمضان كريم. هنعمل النهاردة مع بعض صينية فراخ كده، بصوا بطريقة تحفة. عاوزة اقول لكم كان طعمها حلو قوي قوي قوي. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معايا هنا معلقة سمنة حلوة كده ومعلقة من الزيت. وطبعا الغساء الفراخ معايا مغسولة كويس جدا ومصفياه. كان الورك بتاع الفرخة ما شاء الله، دي وراك ما شاء الله. كان الورك ما شاء الله يعني كبير، حجمه كبير جدا. هنا بدأت بقى قسمتهم لجزئين كده، الدبوسة والجزء التاني. بدأت بقى انزل بقى، جبت الصينية الكبيرة ما شاء الله. عاوزة اقول لكم كانت كمية كبيرة جدا وكانت احجامها حلوة. ما تبلتهاش ولا اي حاجة، ملح وفلفل اسود لو حابة تتبليها. انا طبعا جبتها وعملتها على طول. هنا اديت للفراخ بتاعتي صدمة، عملت رشيت بقى هنا شوية فلفل اسود كده وشويه بابريكا اللهم صل على النبي. لو عندك مكعب مرقه حط عليه مكعب مرقه. ومعايا هنا بقى كميه من البصل حلوه كده، بصلتين او 3 كبار مقطعهم كده جوليان ما شاء الله كده. نزلت بعد ما الفراخ ادت لها صدمه، نزلت بكميه البصل اللي معايا، وتبلت بردك البصل ملح وفلفل اسود بابريكا وكمون وكزبره. وسبتها بقى غطيت عليها بورق فويل وسبتها مع نفسها كده تستوي. عاوزه اقول لكم هنا حطيت معلقه من الملح. عاوزه اقول لكم جربوا الطريقه دي، حلوه جدا جدا. تعالوا هنعمل بقى مع بعض الرز الجميل اللي مش عايز اي حاجه تاني جنبه. هنا معايا بقى معلقه زبده كبيره وكم معلقه كده من الزيت وكم واحده من البصل، ضربهم كده في الكبه زي ما حضراتكم شايفين. هنديهم لون حلو كده. تعالوا مع بعض يلا حبايب قلبي، حطوا له لايك. لو ما حطيتيش ليا لايك حط لي لايك من ايديك وكومنت حلو. لو ما اشتركتيش عندي في القناه طبعا يشرفني وينورني انك تشترك عندي في القناه. هنا بدات بقى احمر البصله زي ما حضراتكم شايفين، ده اللون الاحمر البصله الجميل. لا انا عايزه اغمقها، اعملها غامقه جدا. ما تخافيش يعني، غمقي البصله بس ما تحرقهاش قوي عشان ما تمررش معاكي في الاكل. يعني اديها اللون الاحمر الغامق الحلو ده. معايا هنا الطماطم بقى، كنت طبعا مفرزاها في الفريزر كده متسبكه جاهزه، ما اخدتش مني، يا دوبك فكت سبتها فكت ونزلت على البصله اللي معايا بس كده. وسبتها بقى غطيت عليها شويه ميه صغيرين وقمت ما شاء الله عليها تتسبك كده مع نفسها. عاوزه اقول لكم بجد اكله كانت حلوه جدا جدا. انا بعمل الرز ده على طول، ما بعملش جنبه اي حاجه خالص غير طبق السلطه وطبق مخلل. بس طبعا عشان احنا صايمين وكده فجبت فراخ بقى عملتها جنبه. معانا بقى كام واحدة من البطاطس قطعتهم مكعبات صغيرة جدا ما شاء الله كده تكون حلوة. ادت لها بقى يعني غالية واحدة بس في التسبيكة غليتها. حطيت طبعا الملح بتاعنا، وهحط ملح تاني لما احط الرز. معلقة كمون بابريكا وفلفل اسود، ولو عندك مكعب مرقة حط كمان مكعب مرقة. ادت لها بس تقليبة كده، خدت غلوة واحدة بس. هنا معانا الفراخ ما شاء الله، بصوا جميلة جدا. بدأت بقى كده اقلبها، ما ضفتش لها اي ميه خالص. عاوزه اقول لكم ان الفراخ بالطريقه دي بتسوي نفسها بالخضار اللي فيها، ومن الميه اللي بتنزل منها بتستوي فيها ما شاء الله. هنا معايا طماطميتين كبار قطعتهم كده تقطعه صغيره وغطيت عليها تاني. هنا بقى البطاطس خدت لها غلوه، نزلت كده بشويه شبت وكزبره قطعتهم ناعم جدا عشان ما يبانوش في الاكل. ونزلت بقى بشويه ميه، هستنى لما الميه تغلي وبعد كده انزل بالرز بتاعي مغسول ومحطوط في المصفى كده. هنا الميه بتاعتي غلت، نزلت كده بكميه من الرز. طبعا الكميه اللي انت بتعمليها. عاوزه اقول لكم قعدنا ناكل في الرز ده يومين، وبنتي تاني يوم بعد ما كلت فيه يومين تقول لي اعمليه تاني يا ماما من حلاوه الرز بصراحه. هنا الفراخ ما شاء الله هنا نزلت هنا بقى معايا كام قرن من الفلفل كده قطعتهم بردك كده تقطيع صغيره ونزلت عليهم زي ما حضراتكم شايفين. عاوزه اقول لكم ما حطيتش كل ده، ما حطيتش ميه خالص، الفراخ بتسوي نفسها بنفسها. هنا قلبت بقى الرز، هنا تشرب الميه زي ما حضراتكم شايفين. الرز ده ميزته ان انت بتقلبيه كل شويه لحد ما يستوي معاكي. هديت عليه النار كده وسبته بقى يستوي مع نفسه. كل 5 دقايق اقلبه، اكشف عليه الغطا واقلبه. الفراخ كمان بخلي بالي منها كويس جدا جدا. بصوا من الرز ما شاء الله كده ما عادش فيه اي حاجه. هنا الرز معايا استوى، دي اخر تقليبه كنت بقلبها. قلبت الرز كده وبعد شويه يعني مفيش دقيقه واحده وكنت طفيت عليه النار.
ما شاء الله. خلاص الاكل معايا بصراحه جهز. هنا بقى الاكل سخن، بدات بقى اغرف الرز. ما شاء الله عاوزه اقول لكم كان طعمه حلو جدا. والفراخ حدت لها بس كده وش في الشوايه. ده عايزه اقول لكم علي ابني كان الاذان بيأذن بيقول لي يلا يا ماما انا جعان يا ماما. اديت الفراخ بتاعتي وش في الفرن. ما شاء الله بصوا جميله جدا جدا وريحتها تحفه. جربيها. بس معلقه زبده ومعلقه سمنه ومعلقه من الصلصه، ودهيني وش الفراخ بتاعتك وحطها تحت الشوايه تاخد اللون التحفه ده. واشوفكم على خير في يوم جديد وروتين جديد.